السلام عليكم ومرحبا بكم في شيوات حفصة حلقة 15. اليوم رايحة نحضر لكم خبز خفيف بالرايب. الوغ للمقادير نحتاجو كاس حليب، كاس رايب، نص كاس زيت، مغرف صغيرة ملح، مغرف كبيرة سكر، مغرف كبيرة خمارة، وحدة خميرة الحلوى والفارينة. الوغ نبداو في طريقة التحضير. نديرو الكاس تاع الحليب والكاس تاع الرايب، حليب يكون دافي، ونص كاس تاع الزيت. نزيدو الخمارة، السكر والملح ونخلطوهم بالفويل. خلطوهم مليح بالفويل. بعد ما خلطنا الخليط مليح دروك نزيدو شويه فارينه ونزيدو وحده خميره الحلوى. نبداو نخلطو حتى تنشف العجينه، بصح العجينه ما لازمش تكون قاصحه بزاف. بعد ما خلطنا العجينه مليح دروك نعجنوها شويه لمده 5 دقائق. نعجنوها غير شويه. مادامنا نعجنو فيها مادامنا نزيدو في الفارينه. الوغ بعد ما عجناها لمده 5 دقائق دروك نخلوها تخمر لمده 40 دقيقه ولا نصف ساعه. نعاودو نوريلكم. ها هي العجينه تاعنا بعد ما خمرت. دروك شا راح نديروها نشكلوها دي بتيت بول كيما هكا، ومن بعد نشكلوها دائره صغيره نديرو غشو شويه فارينه ونخدموها هكا. هادش رايحه نديرهم دي باغيت هكا صغيره، لازم تكون مرشوشه من الفوق بالفارينه. نشدو المقص نديرو لها هكا على 3 خطرات، نسقموها نحلوها مليح هكا نديروها في بلا ونخلوها تخمر. نعاود دروك نجرب لكم حبه وحده اخرى. كما قلت نديروها دي بتيت بول ونرشو بالفارينه الوجه تاعها قصوه بالمقص على 3 خطرات كما قلت لكم. تسقموها هكا ونحلوها شويه نخلوها تخمر مده نصف ساعه ونعاودو نطيبوها. ها هو الخبز تاعنا بعد ما خمر. دروك رايحه ندخله للفرن
ونعاودو نرجعو مع الشكل النهائي. ها هو الخبز تاعنا بعد ما طاب، شوفوا يجي من الفوق مرمد بالفارينه. راح نحل لكم وحده باش تشوفوه من الداخل، يجي خفيف كيما البونج. شوف يجي خفيف. الا عجبتكم لا روسيت ديروا جيم لا فيديو وبيان سور ابوني على لاشين. السلام عليكم.